السلام عليكم. طائر الكروان وهو طائر الاسترالي، طبعا فيه من هولندي وفيه من باكستاني وفيه من انواع كثيره، ولكن الاشهر الاسترالي والباكستاني المتواجدات. انا اللي عندي الاكثر منه ايش؟ الباكستاني والاسترالي، خليط. طبعا الطير هذا نفس الباجي، بعد انه ياكل حب الشمسي وياكل بعض انواع الحبوب، الحب، ياكل الرز، ياكل المليسه، ياكل اكل الكناري، ياكل خضار، ياكل فواكه، التشميس، شو اسمه، لازم تعطيه التشميس، لازم الفيتامينات، لازم تعطيه الاملاح المعدنيه، وياكل حبوب القمح ولكنه يقشرها، وياكل الشعير، وياكل كل ما هب ودب والحشرات. والطير هذا يبيض تقريبا الى 5 بيضات، احيانا 6، ولكن الى 5 بيضات، وينتج ويعتني بصغاره. وفرخه يطول شوي، يعني يقعد تقريبا الى 2 شهر او 1.5 شهر ما يعتمد على نفسه، وينتج. وبعد ما يطلع الفرخ بعد 9 شهور يصل الى عمر الانتاج وعمر التزاوج. ولازم توفر له اي قفص واي بياضه، ولكن البياضه يا تكون خشبيه او تكون على فخار لكي لا يكسر، وتحط في الارضيه نشاره خشب، وبياضته تكون اكبر من بياضه الباجي، تكون في حدود بياضه الدره او بياضه الزي او بياضه الباج او بياضه الدره او بياضه الروز والباجي الكبيره اللي مساحتها الافضل انها تكون 25 سنتي وتكون لها عمق، هذا هو الافضل. ولكن لو جت 20 18 تكفي تقريبا. والطير هذا الذكر هو اللي يغرد قوه، والانثى بس صوت صراخ، ويتميز بالبقع البرتقاليه الصافيه هذا الذكر، والبقع البرتقاليه الخافتة هذه الانثى، او الشعر اللي من فوق الريش اذا كان واقف زي العرف يصير هذا ذكر، واذا صار نازل شوي يصير انثى. ولكن هذه تكون فيها تغيرات مع اضطراباته، اذا كان عنده خوف بيوقف، حتى لو كان ذكر او انثى ما يفرق معه. الآن ننتقل إلى طائر الكناري. طائر الكناري ينتج في المواسم الشتوية أو المواسم المعتدلة، يعني لو كان عندك تكييف أو شيء، ولكنه عنده تبديل الريش أو القش في الصيف، بين الصيف والشتاء وبين الشتاء والصيف. والفترة هذه يفضل أن الطير يكون يريح عشان ينتج الموسم الجاي، وهو من الطيور الضعيفة شوي، وينتج إلى 5 بيضات، وإنتاجه سريع إذا كنت تعتني به، ولا يفرق عن الطيور الأخرى في الفيتامينات، الكالسيوم، التشميس، البروتين، في الأشياء هذه. الأنثى صراخ والذكر تغريد، وتغريد الذكر صراحة جميل. ويجي منها الكريست، ويجي منها العايدي، ويجي منها الإيراني، ويجي منها أنواع كثيرة. وش اسمه، فرخه يعتمد على نفسه بعد الشهر، ولكن موسم والفرخه ما يصل عمر الانتاج الا بعد 7 أشهر تقريبا. ويفضل انك تعزل كل جوز لحاله، الافضل يفضل. ويفضل انك لا يعني ما يجتمع مع الطيور الاخرى لانه ضعيف شوي، ويحب السباحة، ويأكل الرز، ويأكل الخضار، يأكل الفواكه، وهو الأصل من أسبانيا. وطبعا بياضته تكون بالشكل هذا، العلب هذه أو أي شيء مدور، وتحط عندها الأعواد أو الخيش أو
أدوات التعشيش. ولكنه لا يتحمل درجات الحرارة العالية. بالطريقة هذه زي طريقة التشميسي، بالطريقة هذه يكون الشمس القفص نص الشمس نصه ما في الشمس، اللي يبغى يروح يتشمس يصل لها، واللي ما يبغى الشمس يروح للظل.